السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شامي من موقع نوليرا.com. إن شاء الله نكمل الجزء الثالث من الدرس الخامس. الجزء الثالث بس هتكلم عن حاجتين فيه، عن الماركر وعن الريجنز. تعال الأول كده نجيب ملف import media. هجيب مثلا الملف ده، اتك على كنترول واجيب الملف التاني وليكن له، اقول له اوكي. طب هم احضرهم لي، اشد الاولاني احطه هنا، وهنشد مثلا التاني نحطه هنا. ايه بقى فايدة الماركر وايه فايدة الريجنز؟ دولت عبارة عن يعني منبهات، مش منبهات تاخدها عشان تفضل صاحي، لا، انا قصدي ان هي حاجات بتعملها اثناء الشغل عشان تفكر نفسك انك كنت عايز تعمل حاجات تانية. بمعنى انا شغال دلوقتي مثلا، المفروض انا بجمع مقاطع، فانا شغال قاعد اجيب في صور واجيب في فيديوهات واحط. ممكن افضل شغال ساعة فين في الموضوع ده، قاعد احط كله ايه جنب بعض. بعد ما بخلص بخش في المرحله التانية، ببدا من الاول اقعد احط الافكتات المعينه اللي انا عايزها. طول ما انا ماشي بقعد احط ليه الافكتات. خلصت ممكن امسك الترانزيشنز، اللي هي طريقه تقليب الفيديوهات على بعض، اللي هي بتبقى الفواصل، هيخش ازاي من الصوره دي للصوره دي، شكله عامل ازاي، وهكذا. ففي كذا مرحله انا بمر بيها. بس افرض وانا لسه في اول مرحله وانا بعمل احضار الملفات وانا بحضر ده، جات لي فكره قوي. قلت اللقطه ديت انا كنت عايز اكتب فيها اسم الموقع مثلا نوليرا، عايزه ايه مثلا يتكتب هنا. طيب المفروض الكتابة ديت انا هاجيلها في مرحلة بعدين، فعشان افكر نفسي منساش بعمل حاجة اسمها الماركر. الماركر ده بقى بيتعمل ازاي؟ مثلا انا عايز افكر نفسي ان انا في اللقطة ديت او في الثانية ديت اللي انا واقف عليها، الثانية الخامسة مثلا، عايز اكتب ايه اسم الموقع. فهاجي هنا اقول له على insert واقول له ماركر. حلو، انا كنت عايز اكتب ايه، اكتب الموقع، هكتب مثلا كلمة نوليرا عشان تفكرني، وتقول له ايه اوكي. ديت معناها ان هنا في انت كنت يعني البرنامج هو اللي بيقول لي، البرنامج بيقول لي خد بالك انت في الثانيه ديت وانت بتعمل عمليه احضار كنت عايز تكتب حاجه معينه، فعشان كده انا واقف هنا عشان افكرك. فانا طبعا بقى خلاص كتبت كلمه نوليرا، بفضل شغال شغال شغال. اوكي، ها، برجع تاني من الاول عشان احط مثلا افكتات. اول ما رجعت لقيت ايه نوليرا، افتكرت ان انا كاتبها علشان عايز احط ايه افكت معين، او عشان عايز احط اسم الموقع، فاقوم جاي ايه حاططها. اذا الماركر ده بحطه في اي وقت عشان يفكرني بحاجات تانية هعملها في المستقبل او هعملها قرب نهاية المشروع ومش عايز انسى، فبكتبها كده زي ما تكون مثلا مذكرات بتكتبها في النوتة بتاعتك علشان تفتكر انت كنت عايز تعمل ايه. اللي زيها بقى الريجنز، بس الريجنز خاص شوية بالافكتات. برضو وانا بحضر الملفات افتكرت ان انا اول ما حضرت الملف ده، الحتة ديت كنت عايز اخلي لونها مثلا احمر او اخضر. ماشي، فنفترض انا عايز افكر نفسي ان الفيديو ده عايز اخليه لونه ايه احمر. طب انا مش عايز اقعد دلوقتي اشتغل في الافكتات وارجع اكمل، لا، انا عايز ايه اقعد اجيب الاول الايه الملفات. طب قبل ما انسى هعمل ايه، هعمل حاجه تفكرني ان هنا كنت عاوز افكت يبقى لونه احمر. هاجي مثلا نحدد السهمين الصفر دول، هاخده كده اوكي. فلنفترض ان انا من الثانيه دي للثانيه دي كنت عايز اخلي الايه اللون احمر. هتك هنا دبل كليك علشان يظللها لي، واقول له خش لي على انسرت. هما الفكرتين زي بعض، يعني الماركر زي الريجن، بس الريجن عشان بحدد منطقه، مش مجرد بحط ايه ماركر وخلاص. بحدد المنطقه واقول له ايه انا عايز ريجن. بيقول لي اكتب بقى انت كنت عايز تفكر نفسك ان هنا هتعمل ايه، فبقول له كلمه ريد. انا كنت عايز الحته دي اخلي لونها احمر، هو تك ايه اوكي. وافضل شغال بقى واعمل احضار ومش عارف، افضل شغال زي ما انا عايز. اجي مثلا من الاول هحط افكتات او بتفرج على العمل بتاعي، ايه ده انا حاطط هنا حاجه اسمها ريد. صح، انا حاططها علشان افكر نفسي ان اخلي لون المقطع من هنا لهنا لون ايه اخضر. فاقوم جاي شغال اي ريد احمر، فاقوم جاي ايه ماسح طبعا الاتنين دولت واحط بقى اللون الاحمر. بالنسبه للمسح او التسميه، اعاده التسميه، لو انا عايز اغير الاسم باجي عليها كده اهوت، وعندي هنا رينيم وعندي ايه ديليت. خلاص انا عملت هنا ديليت، ممكن اعمل برضو ديت رينيم او اعمل لها هي ديليت. اذا الماركر والريجن الاتنين يعني شبه بعض قوي، بس فارق ان الاولاني بيحط علامه واحده بس، اما التاني بيحط علامتين علشان احدد منين لفين كنت عايز احط الافكت الايه المعين. وانصحك يعني لو انت شغال هتلاقي نفسك كتير وانت بتحضر ملفات جت فكره في دماغك، اول ما تيجي فكره اكتبها، يعني ماركر او ريجن، واكتبها بسرعه. لان انت ايه بتحصل معايا اوقات كتير قوي ان انا افضل شغال بعد كده ارجع انسى خالص ان انا كنت عايز اعمل حاجه هيك، واقوم جاي حافظ الملف، وبعد ما احفظ الملف اتفرج عليه ده انا نسيت حاجه مهمه قوي، يا ريتني كنت كتبتها على ماركر او ريجن عشان افتكر اعملها. ان شاء الله نكمل في الدرس الجاي.